تهاوى مخطط البارون المكن الحاج الذي كان يرصد العملية من فرنسا، أين سارع إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنع عناصر الشرطة من الوصول إلى بقية أفراد الشبكة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. أنا طاكسيار، خدمت سيارة أجرة طاكسي بكوارتي بكلش. أحمد دار يعيط لي نديه كورسات هكا من يشري يقضي نديه كورسات. واحد خطرة بروبوزا لي قال لي عندي واحد صاحبي، قال لي عندي واحد صاحبي بدا تولي تخدم معاه، قال لي تولي تديلو منها دراهم ترفد من تحط لهم من كذا كذا. قال لك قال لك سيد كدايا الاخر ماشي عايش في الجزائر، وانا الانسان هدايا هدرت معاه غير في الواتساب. هذا الانسان يعيطوا له هو الحاج واسمه شعيب. كنت ندير لي كونتيتي كل خطره شحال، خطره نرفد 300، رفدت حتى المليار ونص. كاين اللي رفدت عليهم مليار، وكنت نرفدهم ونديهم عند الصرافين، يقولوا لهم الصرافين. هذا الحاج يقولوا له شعيب. عيط لي انا كنت جاي من وهران، وكي رحت لوهران انايا رحت ديجا جبت له دراهمو في وهران، رحت جبت له دراهمو في وهران، جبت له 600 مليون. قال لي كيما راك، قال لي كسر تليفون وكسر لابيس ورميهم. كسرته ورميته. كانوا عندي في الدار 700 مليون هكذا، اللي جبت 600 وقعدت لي 100 في الدار. انا الدراهم رفدتهم وديت دراهم وحطيت للناس دراهم ورفدت عند الناس من وحطيت من. كمال عرف هاد العباد بيا، قلت له هادو ما عباد تاع تخلاط هاي انا ندوك. قلت له يا خويا انت راك كبير دبر راسك. قلت انا ثاني كنت نرفد دراهم وكنت نرفد نومه. قال لي يبعث لي واش الحاج يبعث لي الواتساب تاع فلان ونروح نرفد عنده دراهم. بعد هذيك من فلان زيد يبعث لي النيمير نروح نعطيهم لواحد 200 مليون 400 مليون. قال لي هم قبضوا 20، قال لي هم قبضوا سيمي فيها معمر كاشية. قال لي كسرت تليفون، قلت لك كيما قلت لك قيمة الأموال المحصلة من هذا العمل الإجرامي مصدر إغراء لضعاف القلوب، فشحنة مثل هذه تتجاوز قيمتها 100 مليار سنتيم بعد بيعها في السوق السوداء، غير أن نشوة الربح السريع ستزول سريعا هي الأخرى حين لا ينفع الندم. هما يجيبوها لونغار مشتريها على 60,000 على 60,000 الحبة، ويعاودوا يبيع على هذا الجماعة هنا اللي في البارون هذو على 80 في الحبة، يبيعوها باش يبيعوها للشباب تاعنا ب 80 في الحبة. عقبوا يا ربا. كنت ستقضي شهر رمضان رفقة أسرتك، إلا أنك ارتضيت ومن معك الزج بأبناء وطنك في الجحيم وتناولهم السموم، وما منعكم إلا الأعين الصاهرة بتضحياتهم العظيمة التي كانت ولا زالت سدا منيعا في وجه موت الضمائر الذين قداسة المال عندهم فوق أي شيء. والحرب ستستمر ضد كل من يحاول العبث بالجزائر وأبنائها. روحي يا في بدني